المشاهدون الأكارم، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إرثيا، نستهلها بالعناوين. الإقليم الأوسط يعرض محتويات جيدة في مهرجان إرثيا 2025. ديرة عد خالة تنفذ أنشطة فعالة لمعالجة المياه وبرامج التشجير. فرع الاتحاد الوطني للمرأة في إقليم عنسبة ينظم تدريبا لتعزيز القدرات المهنية لأعضائه. أذربيجان وأرمينيا توقعان اتفاقا تاريخيا برعاية أمريكية. الهند والبرازيل ترفضان حرب الرسوم الأمريكية وتؤكدان على التعددية. والرئيس الصيني سعيد بالجهود الأمريكية الروسية لتحسين العلاقات. يعرض الإقليم الأوسط موارده الفاردة في مهرجان إرثيا 2025. وصرح السيد اسمرونز أجا برهان المدير العام لدائرة الثقافة والريادة بأن المحتوى المعروض يشمل برامج التنمية والرقص والموسيقى التقليدية والتقاليد الشفهية والمعارضة البصرية والمادية وتنمية الموارد الطبيعية والري والمعيشة والسكن التقليدي. وأوضحت رئيسة لجنة الرقص والموسيقى التقليدية السيدة إلسا والدجابر ورئيس لجنة البيوت التقليدية السيد حبت جبر مريم بأن المعروض يحتوي على 16 أغنية ورقصة تقليدية بعد إجراء الأبحاث بشأنها، بالإضافة إلى مواد تقليدية عمرها أكثر من 100 عام تمثل المجموعتين العرقيتين التجرينيا والتجري، كما تعرض قطع أثرية. إلى جانب ذلك، أفادت مسؤولة التراث الشفهي السيدة ألم بلاي بأنه تم إعداد تراثيات شفهية للأطفال والكبار تصف بطولة ونضال الشعب. وصرح رئيس لجنة المعرض السيد سامسون كفلم بأن المعرض ركز على برامج التنمية بشكل عام والحفاظ على المياه والتربة والزراعة المصغرة وكذا الزراعة المتكاملة والطبيعية وتربية أسماك المياه العذبة وتقنيات معالجة مياه الشرب. وعرب الزوار عن إعجابهم بالمحتوى وحث المواطنين بشكل عام والشباب والطلاب بشكل خاص على الاطلاع عن كثب على المحتويات المعروضة في المهرجان هذا. وسوف يستمر مهرجان إرثيا 2025 الذي افتتح رسميا في 9 من أغسطس حتى 17 من ذات الشهر. ينفذ 493 من طلاب حملة التنمية من بينهم 241 طالبات أنشطة فعالة للحفاظ على المياه والتربة تحت إشراف خبراء في مديرية عد خالة. وصرح ممثل هيئة الغابات والحياة البرية السيد تخلة مريم حيلة بأن الطلاب الذين يعملون منذ 7 من يوليو قد شقوا حتى الآن 84 كيلومترا من القنوات و3972 مترا مكعبا من التربة، وحفروا 12645 حفرة للأشجار. في غضون ذلك، ألقى قائد شرطة المرور في الإقليم الجنوبي الرائد ملأكي جبر مريم محاضرة حول الوقاية من حوادث المرور، وأشار إلى أن بعض المخالفات والحوادث في الإقليم يرتكبها الشباب وخاصة الطلاب، ونصح الطلاب الالتزام بقواعد المرور لما لها من دور هام في الوقاية من العواقب. إلى جانب ذلك، اتخذ شرطة المرور بالإقليم الجنوبي بالتنسيق مع هيئة الغابات والحياة البرية والإدارات اتخذت إجراءات ضرورية لإزالة الأشجار التي كانت تنمو على طول جانبي الطريق وتجعل من الصعب الرؤية، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الإرثيا إيرينا. نظم فرع الاتحاد الوطني للمرأة الإرثيا في إقليم عنسبة تدريبا هدف إلى تعزيز القدرات المهنية لأعضائه في الفترة من 4 إلى 6 من أغسطس في مدينة كرن. وقد شمل التدريب الذي خصص للمسؤولات والسكرتاريات وأمينات الصناديق على مستوى المديريات شمل المحاسبة والإدارة المالية وحفظ الوثائق ومهارات تقديم التقارير وكتابتها وإدارة الموارد البشرية والأصول والموارد المالية. وحثت رئيسة الفرع السيدة أمينة حسن المتدربات على تطبيق ما تلقينه من تدريب ميداني، مؤكدة استمرار تنظيم دورات تدريبية مماثلة.
وأكد الأستاذ سلام بن أسقدهم رئيس فرع الشؤون الاجتماعية والاقتصادية في مقر الاتحاد أكد على ضرورة الالتزام المتدربات بالإجراءات القانونية في نقل أموالهن العينية والنقدية. وحثت رئيسة الإدارة والمالية بالمكتب المركزي لاتحاد المرأة الأستاذة زايد مسفن المرأة على تنظيم أنفسهن في الاتحاد والعمل على تعزيز قدراتها والاستفادة من الفرص التي يخلقها الاتحاد. نظم مكتب الزراعة بإقليم شمال البحر الأحمر محاضرة للمدراء الإداريين وممثلي المزارعين في مديرية فورم. وأوضح رئيس البرنامج الفرعي السيد داويد أنغسوم أن البرنامج يهدف إلى تمكين المزارعين للحصول على دخل مربح من خلال القيام بأنشطة زراعية مكثفة على الأراضي الصغيرة، مشيرا إلى وضع خطط للعمل على ذلك بشكل أوسع هذا العام. وحث مسؤول فرع تنمية البذور في إقليم شمال البحر الأحمر السيد تسفيد قبرس قابهير الشركاء والاتحادات الوطنية على تعزيز التعاون. من جانبه ذكر مدير مديرية فورو السيد عثمان عرف المزارعين، ذكرهم بضرورة حجز الأودية النابعة من المرتفعات من أجل الاستفادة منها لري المزارع بشكل صحيح حتى تصل حقولهم. قام موظفو المؤسسات الحكومية في الإقليم الأوسط بمبادرة التبرع بالدم في 7 أغسطس الجاري لإثراء احتياطي بنك الدم الوطني. شارك في التبرع موظفو قسم القانون والرقابة بالإقليم الأوسط ومنتسبو الدفعة 25 لمدرسة نعفة للعلوم الاجتماعية، بالإضافة إلى المواطنين القادمين لقضاء إجازاتهم من خارج البلاد. وذكر المتبرعون أنه إلى جانب الشعور بالرضا تجاه إنقاذ الأرواح عن طريق التبرع، فهو أيضا وسيلة لمعرفة حالتك الصحية، مناشدين المواطنين المقيمين في الخارج للمشاركة في مبادرات مماثلة عند زيارتهم للبلاد. استشهد في 9 أغسطس المقدم برهان تسفى قرقيش عن عمر ناهز 74 عاما جراء مرض ألم به. والتحق المقدم برهان تسفى قرقيش إلى قوات تحرير إرتريا في نوفمبر 1974، وخلال النضال التحرري خدم في الجيش من جندي عادي إلى نائب قائد كتيبة، بالإضافة إلى خدمته في الهندسة العسكرية كمفوض كتيبة، ومن ثم عين كمدعي عام في الأقسام الإدارية وقائد كتيبة، ثم عمل منذ عام 2001 وحتى تاريخ استشهاده كمدعي عام في المحكمة العسكرية. الشهيد المقدم برهان تسفى قرقيش رب أسرة وأب ل7 أبناء، وورد جثمانها الثراء اليوم 10 أغسطس في مقبرة الشهداء بالعاصمة أسمرة. وتعرب المحكمة العسكرية عن بالغ حزنها باستشهاد المقدم برهان تسفى قرقيش، وتعزي زويه ورفاقه وزملائه. مشاهدينا، فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم على الصعيد العالمي. وقعت أذربيجان وأرمينيا اتفاق سلام بوساطة أمريكية خلال اجتماع في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصف الاتفاق بالتاريخي. وقال ترامب قبيل توقيع الاتفاق: نجحنا في تحقيق السلام بين أذربيجان وأرمينيا بعد عقود من النزاع، مضيفا أن وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ومسؤولون آخرون قاموا بجهد رائع لتحقيق اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا. وقال ترامب الذي توسط رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان قبل التوقيع الفعلي على وثائق الاتفاقية إن شركات أمريكية ستستثمر في أذربيجان وأرمينيا بمبالغ كبيرة، وهذا سينعكس إيجابا على وضع البلدين. ومن المتوقع أن تتضمن الاتفاقية حقوق تطوير حصرية للولايات المتحدة في ممر عبور استراتيجي عبر جنوب القوقاز أطلق عليه اسم طريق ترامب للسلام والازدهار الدوليين. تعهد زعيما البرازيل والهند الدفاع عن التعددية بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية عقابية على واردات من البلدين. جاء ذلك في محادثة هاتفية بين الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بعد يوم من إعلام ترامب بفرض رسوم بنسبة 50% على سلع هندية وأخرى برازيلية.
وأعلنت الرئاسة البرازيلية أن الزعيمين أكدا على ضرورة الدفاع عن التعددية ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تفرضها حرب الرسوم الجمركية وفق ما نقلته وكالة فرانس بريس. ودخلت الدفعة الأولى من الرسوم الجمركية بنسبة 25% على السلع الهندية حيز التنفيذ، ومن المقرر أن تدخل الرسوم الإضافية البالغة 25% حيز التنفيذ خلال 3 أسابيع. أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن بكين تشعر بالرضا عن سعي موسكو وواشنطن لتحسين علاقاتهما، وذلك حسب ما ذكر الإعلام الرسمي. ومن المقرر أن يعقد بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قمة تهدف لإنهاء حرب أوكرانيا. وأكد الطرفان على أن التحضيرات للقمة جارية وألمحا إلى إمكانية عقدها الأسبوع المقبل رغم عدم تحديد موعد ولا مكان لها وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وقدم بوتين إيجازا لشي عن وضع الاتصالات الأخيرة بين الولايات المتحدة وروسيا كما عن الوضع في أوكرانيا. ونقل شبكة CTV عن شي قولها لبوتين إن الصين سعيدة لرؤية روسيا والولايات المتحدة تحافظان على اتصالاتهما وتحسنات علاقاتهما وتدعمان تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية. انطلقت في العاصمة الصينية بكين فعاليات مؤتمر الروبوتات العالمي 2025 بمشاركة أكثر من 200 شركة رائدة من مختلف دول العالم تعرض ما يزيد عن 1500 ابتكار، من بينها أكثر من 100 منتج متطور يكشف عنه للمرة الأولى بزيادة تقارب الضعف مقارنة بالعام الماضي. وذكرت قناة الصين المركزية أن المؤتمر يقام تحت شعار جعل الروبوتات أكثر ذكاء وجعل الوكلاء المتجسدين أكثر ذكاء أيضا، ويتضمن منتديات ومعارض ومسابقات وفعاليات للتواصل. كما يركز المؤتمر على تعزيز قدرات الروبوتات على الإدراك واتخاذ القرار باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وكذلك تصميمها وتوافق برمجياتها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية التعاون بين الروبوتات والبشر ووضع معايير صارمة للسلامة والأخلاق. مشاهدينا، نختم هذه النشرة بذكر أهم ما جاء فيها. الإقليم الأوسط يعرض محتويات جيدة في مهرجان إرتي 2025. مديرية عد دخالة تنفذ أنشطة فعالة لمعالجة المياه وبرامج التشجير. فارع الاتحاد الوطني للمرأة في إقليم عنسبة ينظم تدريبا لتعزيز القدرات المهنية لأعضائه. أذربيجان وأرمينيا توقعان اتفاقا تاريخيا برعاية أمريكية. الهند والبرازيل ترفضان حرب الرسوم الأمريكية وتؤكدان على التعددية. والرئيس الصيني سعيد بالجهود الأمريكية الروسية لتحسين العلاقات. سادتي سيداتي، هكذا نكون قد وصلنا وياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء التي صحبكم فيها قاسم أحمد، ودمتم في أمان الله.